من كام يوم كان في واحده كده اعرفها اتصلت بيا وفضلنا نتكلم يجي اكتر من ساعتين، بتحكي لي فيهم عن اللخبطه اللي حساها بسبب العريس اللي متقدم لها. بتقول انه متقدم لها بقاله شهرين ومش قادره تاخد قرار عن طيب خاطر، خصوصا ان الناس اللي حواليها كمان عمالين يضغطوا عليها في ان هو شخص مناسب جدا. بعد كلام كتير كده قالت لي رحابه انا تايهه، لو تنصحيني بايه؟ فكرت شويه كده وبغض النظر يعني عن حالتها لقيت اننا لما بندخل اي علاقه اساسيه في حياتنا، صداقه بقى، شراكه، جواز، في كام سؤال كده لازم تكون اجابتهم بايوه قبل ما نقول ان العلاقه دي مهمه او وجودها في حياتنا هيكون فارق. اول حاجه، هل انا بحترم الشخص ده من جوايا؟ يعني حاسه فعلا انه يستحق التقدير اللي هديهوله ده ولا لا؟ طبعا ممكن تقولي يستحق ده. خليني اسالك سؤال تاني، ايه اللي خلاكي تحديدا تحترمي الشخص ده؟ شفتي منه ايه؟ حاجه كمان، هل انا بثق في الشخص ده ولا لا؟ يعني مثلا اقدر اعتمد عليه واصدقه لما يتكلم؟ طب هل الثقه دي تم اختبارها بمواقف وافعال فعلا ولا ده وهم انا قررته ساعه عصاري كده؟ حاجه كمان، هل انت حاسه معاه بالامان؟ والامان اقصد بيه الامان بشكل عام، يعني الامان من الغدر والخيانه والحقد، والامان العاطفي تحديدا. هل اقدر اكون نفسي قدامه من غير ما اقعد اتجمل وابرر وناهد؟ هل انا بكون سعيده ومبسوطه في وجود الشخص ده؟ يعني بكون مقبله على الحياه كده وعندي نشاط اقدر اعمل حاجات واقدر اتكلم وارغي على راحتي، ولا بتوتر وبقعد اعمل حساب الكلمه اللي بقولها؟ الاحترام والثقه والامان والسعاده حاجات اساسيه لازم نتاكد من وجودها قبل بقى الحب والحماس والانجذاب والحاجات اللي كده كده هتيجي يعني. فلو الاجابه على اي سؤال من اللي قلتهم دول كانت لا او مش عارف او يمكن او لسه مش متاكد، فغالبا يعني احنا محتاجين نتأنى على ان العلاقه دي نقول هتبقى مهمه وموجوده اساسيه في حياتنا ولا لا، علشان ما تبقاش باب بيطل بقى على وجع القلب والخذلان بنفتحه بايدينا وبعدين نرجع نشتكي.